صباح النشاط، وأول ما نصحى من النوم كده عايزين نروح البحر، عايزين نروح البحر، ويبقى أول يومنا كده بحر. قبل ما أبدأ الفيديو كده أحب أرحب بكل إخواتي اللي في القناة وأقول لكم مشرفيني ومنوريني. ولو أول مرة تشوفي القناة من خلال الفيديو ده ما تبخليش عليا باشتراكك فيه. وأشكر كل إخواتي اللي بيحطوا لي لايك على الفيديو واللي بيكمل معايا الفيديو للآخر، واللي ما بيكملش الفيديو للآخر يا ريت تكملي الفيديو للآخر، يمكن تطلعي بمعلومة أو تديني معلومة ونفيد بعض. انا كده كنت بصور لكم التجديدات وصلت لحد فين على البحر. هم وصلوا تقريبا لنص المسافة في اليوم ده، بعد كده كانوا وصلوا للآخر. بوريكم هنا الرمل ده هو اللي كان بينزل وبيعوق الطريق واحنا بنبقى رايحين. لان مصر جمصة كده، في مصايف مبقاش فيها كل المسافة ديت لحد المشاة لحد البحر، مبتبقاش المسافة دي كلها رملة، فاهمني؟ انا بيبقى نفسي اسيب لكم الصوت على البحر تستمتعوا معايا بكل حاجة، بس مش بعرف لان بيعدي ناس بتبيع حاجات وبيبقى لهم صوت ما ينفعش اسيبه على الفيديو، فاهميني؟ اللي هو صوت الاغاني وصوت الحاجات والمهرجانات اللي بتبقى شغاله. هنا كده كان في ناس بتطير طيارات وانا كان نفسي اصور الطياره في السما فوق، وما كانتش جايه، عماله اقرب بالكاميرا منها مش بتيجي ليه، مش عارفه، مش واضحه يعني، مش واضحه. ممكن عشان الشمس كانت طالعه قوي، لان احنا كنا رايحين اليوم ده بدري جدا. انا من الناس اللي ما بتحبش تروح البحر بدري، بحب اروح بعد العصر، اللي هو بين العصر والمغرب احلى توقيت بصراحة لنزول المية والقعدة على البحر، وبيبقى التوقيت ده جميل. عايزة اقول لكم ان انا بنزل في التوقيت ده وبرضو غمقيت من الشمس، فاهميني؟ اتحرقت برضو من الشمس. فاليوم ده بالذات العيال قعدت تزن ان هما لازم ينزلوا بدري شويه، ما عدناش نازلين متاخر كده، احنا ما بنلحقش نقعد في الميه، مش عارف ايه. واصروا ان هما ينزلوا بدري، وعايزه اقول لكم كمان ان هما نزلوا قبلنا اصلا، يعني سبقونا ونزلوا الميه وشبعوا ميه حتى روحونا بدري. ده بقى اخرة اللي يسمع كلام العيال ويسيبهم ينزلوا قبلنا فيروحونا بدري، وانا بحب اروح بالليل. المهم استمتعنا باليوم كده. وبرمي كل حاجة مزعلاني ومش بفكر فيها، وبستمتع باللحظة اللي أنا موجودة فيها لأنها مش هتتكرر تاني. فأنت استمتعي لما بيعدي حاجة. من يا ولاد بيحب العسلية دي؟ أنا بحبها من صغري ولحد وقتنا هذا أجيبها. شوفوا بقى، أنا لما بجيب حاجة بعد أقول لهم يلا مين اللي هيتصور، هم أول ما بيشوفوا الكاميرا مفتوحة يجوا جري يحطوا إيدهم، خلاص اتعودوا على كده. هتلاقوا بعد كده قدام كلهم عاملين إيديهم في بقية الصور كده، اللي هم واخدين خالته تفتح الكاميرا خلاص نجري نعمل ايدينا كده. ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب ويخلي حبايبهم. اي حاجه بقى بتعدي على البحر هم بيحتاجوا ان احنا نجيبها بنجيبها. وبعدين كده شوف احنا مروحين امتى. انا هنا مصوره لكم انا مروحه عشان اقول لكم ان دي نتيجه ان انا اسمع كلام العيال وانزل بدري، يروحوني برضو بدري والشمس لسه طالعه، لانهم رايحين بدري. حتى يومها اتحرقوا جامد من الشمس لانهم ما سمعوش الكلام واصروا ان هم ينزلوا بدري. فقلت لهم خلاص انا مش هنزل في الشمس كده، انتوا عايزين تروحوا اسبقونا واحنا نبقى نحصلكم. وده اللي حصل بالفعل، خلاص زهقوا يلا نروح. طب شوي، لا خلاص احنا زهقنا ميه يلا نروح. اتجازت الاسماعيليه. هنا كده انا كنت بصور المكان وانا مروحه. انا مش من الناس اللي بتصور في الشارع جامد، في ناس عندها بتصور في الشارع عادي كانها بتصور في البيت، انا مش من الناس دي، مش بعرف ارفع كاميرا في الشارع، يعني بحاول على قد ما اقدر بس مش عارفه. في واحده حبيبه قلب اختي وعزيزه عليا قالت لي المكان اللي انت بتصيفي فيه ابقي وضحي التصوير فيه شويه لان تقريبا انا عارفاه. فوالله يا غاليه هو ده اللي انا قادره اصوره، يعني انا فضلت رافعه الكاميرا شويه عشان اوريك المنطقه. يمكن يعني تكون هي فعلا، مش عارفه. المهم روحنا وكنت عم قلت هغسل بقى الهدوم بتاعه البحر وانشرها وكده ونروق الحته. قلت لهم اطلبوا لنا اكل لان انا ما طبختش اليوم ده. قالوا خلاص تمام، لان هما طبعا سربعونا عايزين ننزلوا البحر بدري فما كانش في وقت، اللي هو يا دوبك فطرنا روقنا المكان اللي قاعدين فيه كويس، كان فيه هدوم هتتغسل هدوم هتتلم وبس، ونزلنا فنزلنا بدري ورجعنا. فطبعا ما كانش فيه اكل، ما طبخناش وما عملناش حاجه، خلاص اطلبوا لنا اكل. فطلبوا اكل زي ما انتم شايفين كده، كل واحد ياكل بكيفه.
محدش هنا بيضغط على حد في طريقة الاكل، انت بتعرضي افكار واللي حابب حاجة يجيبها، كل واحد يتحمل نتيجة اختياره. عودوا نفسكم على كده مع ولادكم، انت قولي له الحلو والوحش وسيبيه يختار، وهو يتحمل نتيجة اختياره، هو ده الصح. فخلاص في اللي عايز ياكل كشري وفي اللي قال كريبات والاغلبية بقى زي ما يحب. يعتبر كده اغلبيتنا طلب كريبات وبيبسي وخلاص على كده. اللهم ديمها علينا نعمة واحفظها من الزوال يا رب. كل واحد طلب الحاجة اللي بيحبها، اللي طلب فاهيتا واللي طلب كريسبي واللي طلب شاورما، كريب شاورما يعني، واللي جاب كشري كده. وبعدين اكلنا بقى، ما عندناش بقى تشطيب مطبخ ولا حاجة، احنا يا دوبك اكلنا الاكل جاي من بره. فقلنا خلاص بقى ناخد ايه اليوم بدري كده بدري وننزل نخرج شوية بدل ما نخرج متأخر ونبقى جايين فاصلين. وكمان نروح السوق كده نشتري شوية حاجات منه. العيال كانت عايزة ألعاب، أنا بوريكم الزحمة، أنا ما بعرفش أصور بره يا بنات من الزحمة. يعني هنا كده كان المكان هادي، يعتبر إن المحل ده أو الباكية دي زي ما بيقولوا هادية، فاهميني. هما بقى دخلوا جابوا اللي هما عايزينه كده، وأنا جبت برضو كفر للموبايل بتاعي، وخلصنا برضو ورحنا الملاهي. ممكن تكون الحاجات متكررة قوي، بس هو ده المصيف يعني، بتروحي ملاهي بتروحي بحر، حاجات من دي يا بنات، خروجات كده. رحنا الملاهي، كانوا عايزين يركبوا عربيات وركبوا، واللعبة دي اصلا ما كانش فيها حد، والعيال شبطت ركبوا برضو، اشتغلت على فرد واحد من العيال ولادنا يعني. وبرضو رحنا النطاطة التانية ركبوا، وكل حاجة كانوا حابين يجربوها جربوها، وطلبوا حلويات برضو، واحنا في الشارع جبنا لهم اللي هم محتاجينه. وهنروح بقى يعني كده كفاية اوي النهاردة. هو بيبان قدامكم ان هما شوية صغيرين، بس لا فعلا المشي بيبقى كتير، وخلاص بنبقى هبطنا وفصلنا، خصوصا ان في بحر وخروج. هنا واحنا ماشيين على المشاية بتاعة البحر لقوا فرع السكر بلبن، قال لها الفرع بتاع سكر بلبن هنا، طب خلاص احنا عايزين، لان هو ليه فرع جوه البلد تاني. فانا صورتهم هنا بوريكم ان هما يعني بصراحة عندهم نظافة، كل واحد لابس جلافز وهو بيعمل الحاجة. جبنا بقى شوية الالعاب عشان برضو يحسوا بالخروجه، وجبنا شويه توك. التوك دي ما بنلاقيهاش، انا عايزه اقول لكم ان التوك دي اتفتحت واتبعزقت في الارض. اي أيوة والله، كل شويه نجيب كيس توك والعيال برضو تفتحه. فاكرين الشخاشير بتاعت زمان دي يا ولاد، اللي كنا نقعد نشخشخ بيها دي؟ وما بنجيب اللعب دي لاولادنا بنفتكرها، وبنفتكر ايام زمان واحنا قاعدين، وبنفتكر العمر كده اللي جرى بينا كده من غير ما نحس. فما تقولوش احنا كبرنا، عيشوا في سن ولادكم. وجبنا جبنا رز بلبن، وجبنا اللحب، وجبنا الحلويات اللي هم محتاجينها، وخلاص. هنا كده اول ما روحنا قلت لازم انا اوريكم الحاجه اللي انا جبناها برضو. جابوا سطلانه والكراميل اللي هي اشطوطه ورز ولبن وكراميل وحاجات من دي. الحاجات دي حلوه يا بنات، اللي بيحب الحلويات يجربها. بدات بقى افتح معاكم الحاجه اوريها لكم، وبعد كده هوريكم اللعب بقى. هفتحها برضو واوريها لكم. اول مره كنت اجرب الحاجات دي كان سكرها عالي جدا، فالناس بتاعه الدايت ملهاش علاقه بقى نهائي. تاني مره بداوا يظبطوا الطعم، بداوا يقللوا السكر، يعني كل حاجه من دي كان فيها سكر. شايفين ايد الصغنن يا بنات؟ يا خلاصي ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي. انا بحب الاطفال جدا يا بنات، بحب كل حاجه صغيره، حتى الكتاكيت العصافير الحاجات الصغيره دي. من كده يا بنات، مين بيحب الحاجات الصغيره؟ ربنا يخلي حبايبكم يا رب، ويخلي لنا اولادنا ونفرح بهم. شايفين شكلها؟ طبعا الناس اللي بتحب الشوكولاتات والكراميل والحاجات دي اول ما بتشوف الحاجات دي بتقول واو كده. المهم اكلنا بالف هنا وشفا، وفرجتكم اللعب وبوريكم ده فوم. إيه، صلصال بالفوم. فاكرين انتوا الصلصال بتاع زمان ده اللي كنا نروح نجيبه، اللي عامل زي العجينه ده ويبقى طري ده وينشف مننا؟ لا ده بقى فوم. حلو قوي يا بنات، بيعملوا اشكال بيه وجميل، بس عايزه اقول لكم لما بيتساب شويه في الهوا خلاص انسوه. ومعاه كده الاشكال دي عشان العيال تشكل بيه الشكل اللي هم حابينه من على الرسومات اللي بره. هبوريه لكم. هو هنا كانت العيال واقفه كده جنبي، سيبيه سيبيه،